السلام عليكم. اليوم حطبق معكم مشروع خلفية ليدات بهذا الشكل. حنبلش بالمشروع مشان ما اطول الفيديو عليكم. خالصين. حنعمل اول شي سيكشن، حط بقلبه عنصر سبان. هذا سبان نكرره 4 مرات 5 مرات تانية. رو على CSS نعمل شوية معالجة. VH background حنعطيه اللون الأسود. حصف العناصر جنب بعض. حنعطي overflow heading. نكتفي او في كمان خاصية flex اخر شي نتركها. حنروح هلا للسبان. حنعطي السبان width 40 px والهاي كمان 40 px. بنروح بنعطي background color white. نعمل تمام. ننشئ عنصر جوات السبان before. نحط content. هذا العنصر فارغ حيكون. حنعطي position absolute مشان نحركه. الويدث تبعه 100% والهاي كمان 100%. حنعطي للسبان position relative وهون كمان او ما في داعي. حنعطي هلا خلفية background color blue او بختار غير البلو. خليني اختار لا البلو. تمام. border radius 50% هذا الشكل. هنعطي transform scale 0.1. هعطي transition 1.2 ثانية. بنروح على الهوفر سبان هوفر before. نفتح نعطيه هلا transform scale 1 بهذا الشكل. طبعا بس بنشيل هاي الخلفية بهذا الشكل. هلا هون نجي نعطي بوكس شادو 0.10 px. رح نعطي اللون ريد مبدئيا. هنغيره نحط بدي اياه اصفر. تمام. نسبة الانتشار بهذا الشكل. ما ظهرت عندي في مشكلة. تمام.
بنشيل ترانزيشن من هون. أنا ما بدي إياه يبلش يكبر دغري بدون زمن، يظهر فجأة ترانزيشن 0 ثانية. عند الرجوع راح يكون زمنه 0. هيك بكون انتهينا. بنروح وبنكرره. اعمل ريفريش. تمام، عالج هالمشكلة. نحط فليكس راب، العناصر تنزل تحت بحثها تلقائيا. تمام، عالجناها. هلا بنعمل نرجع بنكررهم كمان. هيك بنكون ظهر عندي الشكل. كرر أكتر من مرة إذا حبيت كمان بهذا الشكل. صفي غير بالألوان. تغيير الألوان عن طريق animation. أعطي change color خلال 5 ثواني، والشكل تغيير لاينر infinite. تمام، هلا بنحط key frames. change سميناه color، نفتح 0%، نفتح قوسين، 100%، نفتح قوسين. بنحط هلا هون فلتر. أحد الخواص الفلتر هيو روتيت، بنحط 0 degree. نفس العملية هون بناخدها وبننسخها وبنحطها هون وبنحط 360 degree بهذا الشكل. يكون ظبط معي التغيير. ما في أي مشكلة. في حال كبرنا بهذا الشكل كبرت الفراغات بس بنكتر عدد السبان لحتى بهذا الشكل. وهيك بيكون انتهينا إن شاء الله من هذا المشروع. سهل كتير، ما في أي صعوبة. والسلام عليكم.